الناس مشغولة في غلى الأسعار وكله بيكنز، وده ليه؟ علشان عايز يضمن بكرة ويأمن مستقبله. ناس بتشتري الذهب وناس تانية بتبيعه، ناس بتشتري شقة وتستثمر فيها فلوسها وبكرة يعدي وما تسكنهاش، وده ليه؟ علشان فاكرين الدنيا وناسين الآخرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسط صحبه وقال له: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، أي احفظ هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمين يا رب العالمين. باسم الصداقة المصرية للخير عملنا جمعية، للخير عملنا جمعية، باسم الصداقة المصرية، إيد على إيد بدأت فكرة علشان سوا نعدل بكرة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.